رفع الأذان الدمشقي في كورنيش المعادي في مصر، هو ده اللي لساني دلدل وانا بتكلم عليه. خطورة وجود اللاجئين في مصر عمرها ما هتكون خطورة اقتصادية بحتة. اي نعم، اللاجئين بيشكلوا عبء اقتصادي على مصر في جميع القطاعات، ولو مشيوا العبء ده هيتشال، ولكن الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتعيشها الفترة دي مش هتتحل، لأن اللاجئين مش هم السبب الأساسي في الأزمة الاقتصادية الموجودة في مصر حاليا. ولكن الخطورة الأساسية من دخول اللاجئين لمصر بالأعداد المهولة دي ومن كل مكان هو التنوع المذهبي والديني والعرقي، واللي هيخلي مصر أحزاب وجماعات وشعوب على أرض واحدة. والقانون الجديد بيمنح اللاجئين الحرية المطلقة في الاعتقاد. يعني استنى في مصر قريب مش بعيد مواكب الشيعة واللطميات وعلى كل لون يا بطيستا، وده اللي يخلي أي حد مش شرط يكون من طرف اللاجئين مختلفين المذاهب أو من طرف المصريين، ممكن يكون مندس يحدف طوبة واحدة بس كفيلة ان هي تشعل حرب اهلية. يا جماعة، الازمات الاقتصادية تتحل، كل شيء له حل الا حاجة واحدة بس: التنوع المذهبي والديني والعرقي اللي بقى موجود في مصر. وكان معاكم حورس قبطي مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.